النهاردة جاية أشارك معاكم وصفة من أجمل وصفات وطرق المخبوزات والمعجنات اللي ممكن تعملوها. هي فطيرة عباد الشمس. لو هنتكلم في الأول كده عن العجينة فطالعة في منتهى الطراوة بفضل مكون بسيط جدا هنعمله مع بعض، وهو ده اللي اداها الطراوة اللي تجنن. أما الحشوة فحقيقي مفيش أبسط منها ولا أجمل من كده، والميزة في النوع ده من المعجنات نقدر نحضره حلو أو حادق. حقيقي هتبهركم من جمالها وطراوتها. جربوها هتعجبكم جدا وهستنى رأيكم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. نحضر بقى المكون السري. احنا محتاجين كوباية كبيرة من الباتر ميلك. هجيب كده كوباية كبيرة من الحليب المغلي أو الساخن جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هضيف عليه معلقة كبيرة من الخل أو معلقة كبيرة من عصير الليمون. تقليبة بسيطة في ثواني كده هتلاقوه فصل معاكم وكتل كده بنفس الشكل ده. الخطوة دي بتطلع معاكم المعجنات أو المخبوزات في منتهى الهشاشة والطراوة. بعد كده ما البتر ميلك يبقى دافي شوية هضيف عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلب كويس جدا. مش هينفع نضيف الخميرة الفورية طول ما البتر ميلك يكون سخن جدا، لازم يكون دافي. اغطي بقى الطبق واسيب كده الخميرة تنشط او تتفاعل لمدة كده دقيقة ولا دقيقتين بالكتير. كده خلاص اتأكدنا ان الخميرة نشطة وشغالة. دلوقتي بقى معايا بيضة واحدة. البيضة دي مهم جدا تكون بدرجة حرارة المطبخ. أضيفها كده على باقي المكونات وأقلب كده تقليبة سريعة لمجرد بس إن البيضة تفك معانا شوية. بالنسبة بقى للدقيق أو المكونات الجافة، معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، وأنا نخلته مرتين واستخدمت كمان دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما تكتروش من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من النشا، وربع كوباية من الحليب البودر. نقدر نستغنى عن الحليب البودر ولكن بيدي قوام وطعم كمان حلو جدا للمعجنات. اقلب كويس قوي عشان كل المكونات ديت تتوزع كويس جدا مع الدقيق. وانا كمان هستخدم العجان، وتقدروا طبعا تعجنوا بايديكم. العجينه بسيطه جدا وسهله ما فيهاش اي حاجه. اضيف كده في البدايه السوائل، وطبعا هنستخدم اداه العجن. ونبتدي بقى دلوقتي نضيف الدقيق شويه بشويه. زي ما بقول لكم دايما في وصفات المعجنات ما ينفعش نحط كل كميه الدقيق مره واحده، لازم نضيفه معلقه بمعلقه زي ما انتم شايفين كده. هننزل كمان الجوانب علشان العجينه كلها تلم مع بعض مره واحده. بعد ما العجينه لمت معايا هضيف 3 معالق كبار من الزبده الطريه جدا، واعجن بقى مده ما تقلش عن 9 دقائق لحد ما العجينه كده تكون طريه جدا جدا. الخطوه دي هتطلع معانا العجينه في منتهى الطراوه والجمال. شوفوا بقى كده خلاص الطبق بقى نضيف كده من الجوانب، والعجينه طريه جدا جدا، واهم حاجه ما تكونش بتلزق في ايدينا. عاوزاكم تشوفوا بقى العجينه قد ايه طريه جدا، يعني المشهد ده بيثبت لكم ان العجينه طريه جدا جدا وانا ماسكاها. شوفوا طريه ازاي، وشوفوا كمان لونها فاتح وجميل ازاي. الطبق اللي انا هحط فيه العجينه علشان تخمر دهنته كده بدهنه بسيطه من الزبده او من الزيت. احط العجينه وادهن كمان وشها بالزبده او بالزيت، واغطيها باسترتش راب، وارجع اغطيها كمان بفوطه، واسيب بقى العجينه تخمر كده ساعه ولا اتنين. المهم ان حجمها يتضاعف. على بال بقى ما العجينه تجهز معانا نحضر مع بعض الحشوه. انا هستخدم حوالي كوبايه كبيره من الجبنه البيضاء الطريه. لازم تكون طريه او تكون لينه كده علشان يبقى سهل ان احنا نستخدمها بعد كده. هضيف على الجبنه البيضاء الزعتر الفريش. مش قادره اوصف لكم الزعتر الفريش بيدي طعم وريحه حلوه قد ايه للمعجنات. هنستخدم طبعا الاوراق بس، ولو مش متوفر الزعتر الفريش يبقى هنستخدم معلقه كبيره من الزعتر الجاف البودر. ونقدر نستبدل الزعتر بالبقدونس. وممكن كمان نخلي الحشوة تكون حلوة مش حادقة كده زي ما احنا هنعمل، يعني تكون بالمربى أو بالشوكولاتة. كده خلاص العجينة بتاعتي اختمرت ما شاء الله وناجحة جدا. نبتدي بقى نخرج الهواء منها. شوفوا بقى العجينة اختمرت قد ايه مظبوطة جدا جدا. بصوا الخيوط اللي في الجنب دي بتثبت لكم ان العجينة في منتهى الجمال. شايفين عاملة ازاي زي القطنة في ايديا. انا رجعت شكلتها على شكل كده كورة كبيرة، وبعد كده هبتدي اقسمها لأربعة كده زي ما انتم شايفين. نحاول كده إن الحجم يكون قد بعض، وناخد كل قطعة من العجين نشكلها على شكل كورة.
كده مظبوط جدا. ارجع بقى اغطي الكور بتاعه العجين ديت لمده 10 دقايق بس يرتاحوا، مش اكتر من كده. كل اللي متابعني عارف ان انا بحب جدا اعمل الخطوه ديت في المعجنات. ورق الزبده اللي انا هستخدمه بدهنه بدهنه بسيطه جدا جدا من الزبده. الزبده بتدي لون حلو جدا للمعجنات من تحت، وكمان قرمشه وطعم حلو قوي. اخد اول كوره وافردها كده بايديا على شكل دائره، وهفرد بقى العجين كده بالنشابه برضو على شكل دائري كده بنفس الشكل ده. اهم حاجه ان السمك ما يكونش رفيع قوي يتقطع مننا، ولا يكون سميك قوي، يعني يكون متوسط. وبعد كده اخد بقى كميه كده من حشوه الجبنه وافردها على كل العجين، واهم حاجه نهتم كمان بالاطراف. وزي ما قلت لكم لازم نستخدم جبنه بيضه تكون طريه عشان يبقى سهل الفرد كده زي ما انتم شايفين. الكاونتر اللي انا هشتغل عليه رشيته كده برشه بسيطه من الدقيق، والنشابه كمان مسحتها بالدقيق. وبعد كده اخد بقى الكوره التانيه من العجين وافردها برضو على شكل دائري بنفس الشكل ده. العجينه ما شاء الله جميله جدا، هتلاقوها بتتفرد معاكم بمنتهى السهوله لان هي معجونه كويس جدا جدا. اخد بقى العجينه التانيه كده بعد ما فردتها احطها كده على العجينه الاولى، واهتم كده ان الاطراف تكون قد بعضها وعلى بعض كده كويس قوي. وبعد كده احط الحشوه التانيه وهكذا لحد ما نخلص كل الكميه كلها. العجينه ما شاء الله مظبوطه جدا جدا، مش هتضايقكم ابدا اثناء الفرد. كده خلاص اخر واحده معانا. نظبط بقى الشكل النهائي كده. انا هستخدم الطبق دوت واحطه كده في نص العجينه بالظبط. وبعد كده اقسم بقى العجينه بتاعتي لاربع تربع في الاول، لازم كده كل نص يكون قصاد بعضه. وبعد كده كل ربع هقسمه برضو لاتنين، وكل ربع طلع تاني برضو هقسمه لاتنين. المهم ان العدد يكون زوجي علشان لما نمسك كل طرفين على بعض يكونوا قد بعض بالظبط والشكل النهائي يكون مظبوط. طريقتها سهله وبسيطه بس حقيقي ممتعه جدا جدا وانتوا بتشتغلوا فيها. اشيل بقى الطبق وبعد كده امسك كل طرفين الفهم كده عكس بعض زي ما انتوا شايفين، وبعد كده امسكهم على بعض كويس جدا جدا علشان ما يتفكوش اثناء التخمير ولا اثناء التسويه في الفرن. من البدايه كده هنلف 3 لفات، يبقى كله بعد كده نلفهم 3 لفات عشان الشكل النهائي يكون مظبوط. شوفوا بقى طريقتها سهله وبسيطه ازاي، حلوه جدا. بالنسبه بقى لخليط الدهن انا معايا صفار بيضه واحده وعليه معلقه صغيره من الخل، وادهن بقى الفطيره بتاعتي كويس جدا من كل الجوانب. نقدر نستبدل خليط الدهن دوت بالحليب بس، او يكون حليب وعليه معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان زي ما انتوا عاوزين. كده تمام. وفي النص بقى احط شويه من حبه البركه او من السمسم. كده خلاص الفطيره بتاعتنا بقت جاهزه. تدخل الفرن درجه حراره 180 على رف الاوسط، وهتقعد بالظبط 30 او 35 دقيقه. ممكن تاخد اللون الجميل دوت وهي بتستوي في الفرن، وممكن نشغل الشوايه. مش قادره اوصف لكم طريه قد ايه وريحتها تجنن قد ايه، حقيقي طالعه في منتهى الطراوه زي ما انتوا شايفين كده. اول لما تطلع وهي سخنه جدا هدهنها بدهنه بسيطه جدا من الزبده، بتديها لمعه حلوه وطعم كمان حلو قوي. انا بحب جدا ميكس عسل النحل مع المعجنات اللي بتبقى محشيه بالجبنه، فاحط كده حوالي معلقه كبيره من عسل النحل. بصوا بقى، عاوزه اوريكم الفطيره من جوه قد ايه فلافي وخفيفه جدا جدا. بصوا، تجنن بصراحه، ولونها كمان من جوه فاتح وحلو جدا. صدقوني الطريقه ديت هتعجبكم جدا جدا، لازم تجربوها بالطريقه ديت. وبس كده، وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. انا مستنيه رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله على خير. بالف هنا وشفا، وباي باي.